السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد محمود من قناة مستر أحمد تمريدينو. قبل أي حاجة انزل حط لايك للفيديو ده واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. انتوا وحشتوني جدا جدا جدا، عارف ان انا متأخر عليكم في الفيديوهات. انا بقالي اسبوعين او 3 عشان بس بامتحن وكده، ادعولي وربنا يوفق كل الناس اللي بتمتحن. ان شاء الله النهارده هبدأ معاكم فيديو انا عن نفسي طبقته عملي. ففي ناس هتقول انت لسه في اولى وكده تمريض وكده، فمش عارف الحاجات ديت او لسه ما اتدربتش او كده. فانا مش هطلع اشرح حاجه او اقول لكم حاجه وانا ما عملتهاش. ان شاء الله النهارده هطلع اشرح لكم ازاي بتقلع القسطره البوليه. والقسطره البوليه ازاي انت بتشيلها؟ يعني مثلا مريض، الناس اللي عامله عمليات وكده بيبقوا مركبين قسطره بوليه، فانت ازاي بتقلعها؟ تمام، يلا بينا نشوف ازاي بتقلعها. طبعا ده شكل القسطرة البولية. تمام. بتتكون من ايه؟ بتتكون من تيوبة. تمام. واللي هي التيوبة اللي فيها بالونة من الأول ديت. في الأول ديت البالونة ديت طبعا انت بتبدأ تحط فيها مية لما تيجي تركب القسطرة، فبتتنفخ جوه في الحالب في مجرى البول عشان تثبت القسطرة. تمام. طبعا التيوبة ديت عاملة زي المشترك، طالع منها اللي هو بالفلاحة كده خرطومين أو تيوبتين. تمام. التيوبتين دول، في تيوبة عندك فيها السرنجة ديت، التيوبة اللي انت بتبدأ تسحب منها المية أما تيجي تخلع القسطرة. والتيوبة التانية اللي هي بتتركب في الكيس بتاع البول أو اليورين اللي بيبقى فيه طالع من القسطرة البولية. تمام. بتبدأ بقى تعمل ايه؟ انت بتبدأ تجيب سرنجة 10 سنتي معاك، وبعد ما تجيب السرنجة ال10 سنتي ديت أو 5 عادي، بس الكلام الحفظ 10 سنتي أي سرنجة، وبتبدأ تسحب بالسرنجة ديت من المكان بتاع السرنجة اللي هو طالع. تمام. تبدأ تسحب بيقول 10 ل20 سنتي، فانت ممكن تسحب اللي هو عايزها نصيحة مني يعني لحد ما الخرطوم أو التيوبة ديت تكرمش معاك في ايدك. أول ما تكرمش كده تعرف اللي هي خلاص التيوب بتاع البالونة اللي جوه خلاص كده ما عادش فيها حاجة. تبدأ بقى طبعا انت قبل ما تسحب طبعا عامل لور للجلافز، لابس الجلافز بتاعك ومعقم معقم طبعا، عامل ديسانفكشن حوالين التيوب اللي انت هتبدأ تسحبها. تمام. عامل هاند واشنج طبعا في الأول. وبعد كده قلنا انت طبعا سحبت المية منها. بعد ما سحبت المية تبدأ تقول للمريض أو العيان، تقول له خد نفس. أهم حاجة تطمنه، هو بياخد النفس تقوم شدتها بسرعة، ما تخافش يعني، انت ما تقلقش خالص، انت أول ما بتشدها خلاص طلعت في ايدك. تبدأ بقى تطهر له مكانها وكده، وخلاص وبكده نكون عرفنا ازاي نقلع القسطرة البولية. ان شاء الله الفيديو الجاي هعرفكم ازاي نركب القسطرة البولية. والسلام عليكم ورحمة الله.